أروع الأقدار المعتمة، تتسارع الهمسات وتتجلى الوجوه القديمة، أصوات قادمة من أعماق الجحيم، أو ربما من عالم آخر لا نعلم عنه شيئا، تحاول أن تكشف لنا عن لغز الوجود الأكبر وعن حقيقة السيد المنتظر. 5 كانوا، ثم أصبحوا 6 بانضمام حامل النور الأول، و6 كانوا، ثم صاروا 7 بقدوم السيد الأعظم. وابن السيد ذاك الوعد القديم، وليس سواهم من يعرف أمر السيد وابن السيد، أو هكذا كان الأمر. فقد آن الأوان الآن أيها البشري المتابع لهذه السطور أن تعرف أنت أيضا بعضا من الحقيقة المغيبة، لأن أمرك بعد هذا الحد من القراءة والاطلاع على أسرارنا الخطيرة لم يعد يعنينا كثيرا، فأنت للأسف أو لحسن الحظ حسب وجهة نظرك ستموت عاجلا أو آجلا بعد أن تعرف، وربما ستعرف الحقيقة الكاملة فقط بعد أن تموت وتنتقل إلى العالم الآخر. فليس هناك فارق يذكر لو عرفت الآن، طالما أن المصير واحد وهو الموت بعد أن تعرف. لو أنك لم تعد تفهم كلامي الملغز هذا، فهذا ليس غريبا أبدا، لأن الشياطين الآن تحدثك بألسنتها المباشرة، والشياطين من حولك تحوم وترقص كالغربان الجائعة التي تنتظر الفريسة، والشياطين قد تغلغلت فيك وأصبحت تجري منك مجرى الدم في العروق. ولا تظنن يا أيها الإنسان الخائف أننا مجرد أشباح مرعبين أو كائنات قبيحة المنظر كما تصورون خرافاتكم، كلا وألف كلا، نحن كائنات رائعة للجمال والفتنة، جمال لم تر قبله عيناك جمالا، ولن تر بعده جمالا يضاهيه أبدا. فإن لم تؤمن بهذا وتسلم به فلا بأس، فنحن أيضا وفي نفس الوقت شيء لا يمكنك الهرب من عقابه أو التخلص من قبضته، لأننا معك أينما ذهبت وأينما حللت، نحن حقا وفعلا معك أينما ذهبت، وليس كما يدعي إلهكم الغائب أو الوهمي. نحن نقتلك إذا أردنا أن نقتلك وفي اللحظة التي نريدها، ونحن نحييك أو نطيل عمرك لو أردنا أن نحييك، ولغاية في نفوسنا. نراك في أي مكان أنت فيه، حتى ولو كنت في برج مشيد أو في قعر بئر صحيق، نسمعك حتى ولو كنت تهمس لنفسك في الظلام. فلا تعتقد أيها المخلوق الذكي الواهم بأنك ستفشي سرنا العظيم هذا، بل دعني أخبرك بما هو أكثر من هذا وأدهى. نحن نعلم ما ستقوم بفعله من أعمال وما ستفكر فيه من أفكار قبل حتى أن تقوم بفعله أو تفكر فيه. نسمع حديث نفسك لنفسك ووساوس صدرك الخفية، وجحيمنا أيها الإنسان الفضولي جحيم حقيقي وأليم، وليس مجرد وعد ووعيد. فلتسمع منا الآن وقد أوتيت شيئا من المعرفة، حكايتنا الأخيرة معك وحكايتك الأخيرة معنا. الشهادة الأولى: ماستيم شيطان اليهود، يروي قصة الميلاد المقدس، مصر حوالي 1800 قبل الميلاد. يقول الشيطان القديم الملقب بماستيم ذو القناع الأبيض الساخر: ¿Sabías que el número de tu calle se está descontando de tu sueldo? Te están pagando 5 veces menos. ساخر: لقد تشرفت أنا العبد الحقير بأن أشهد بعضا من أسرار ولادة سيدي ومليكي، وأن أعاصر شيئا من نشأته الغامضة، وأن أنبهر بعبقريته الفذة وقدراته الخارقة. أتحدث عن سيدي ومولاي، قرة عيني ونور ظلمي، سيدي أنتي خريستوسوس.
كنت في ذلك الزمان الغابر أحلق بعباءة السوداء المهلهلة فوق مساكن بني إسرائيل اليهود الفقراء في أرض مصر، أيام كان فرعون موسى يسومهم سوء العذاب. وكم كانت مساكنهم بسيطة ومتواضعة أيامها وفقيرة وحقيرة. كان فرعون موسى بوحي من آلهته الكاذبة أو ربما بتأثير منا نحن يقتل كل المواليد الذكور في بني إسرائيل في سنة ويتركهم أحياء في السنة التي تليها حتى لا ينقطع نسلهم تماما وليظلوا خدما له ولشعبه المصري المتكبر. وكنا في تلك الفترة التي أتحدث عنها في السنة التي يترك فيها المواليد الذكور أحياء، فلم يكن هناك قتل أو ذبح. وكنت أطير بسرعة داخلا بعباءة الشفافة إلى أحد البيوت اليهودية الفقيرة دون سواها من البيوت. وكم كان ذلك البيت المتواضع مقدسا ومباركا إلى قلبي، لأنه كان البيت الذي شهد الولادة الأعظم والأقدس في التاريخ، ولادة سيدي وقائدي وابن سيدي وإلهي، ولادة أنتي خريستوسوس. كان والده أو من يفترض أنه والده البشري رجلا يهوديا عاديا ذا أنف طويل كأنه منقار طائر وجسم نحيل. وأمه أو من يفترض أنها أمه البشرية كانت امرأة يهودية ضخمة الجثة عظيمة الصدر طويلة اليدين وذات ملامح قوية. كانا متزوجين منذ 30 عاما كاملا ولم يولد لهما طفل واحد، ويبدو أنهما قد يائسوا من طلب ذلك وتمنيه واستسلموا لقدرهما في العقم. وليس بوسعي أن أحكي لك أيها البشري الفاني عن تفاصيل مقدسة لا يحق لمثلك أن يسمعها أو يطلع عليها، لكن يكفيك قولي الآن إن تلك المرأة اليهودية الضخمة كانت ذات ليلة مقمرة تتململ على سريرها الخشبي بعدم ارتياح ناعس وتقلب جسدها الثقيل يمينا ويسارا، حتى رأت فيما يرى النائم أو في حالة بين اليقظة والمنام وكأن رجلا غريبا وجميل الهيئة مشعا النور يأتيها من حيث لا تدري. فلم تدري إلا وقد قذف في رحمها الذي كان عاقرا ما أحست به وكأنه شهاب من نار أو طاقة كونية هائلة أفقدتها الوعي للحظات. أما أنا ماستيم فقد كنت شاهدا على كل شيء وقد رأيت الحقيقة بأم عيني. الحقيقة يا من تريد أن تعرف الحقيقة أن تلك المرأة اليهودية كانت تنام متململة على فراشها المتواضع، وكان زوجها ذو الأنف الطويل يقف بجوار سريرهما في الظلام، وقد ملأ الغرفة الصغيرة بأمور وطقوس شيطانية قديمة، ورسم طلاسم ورموزا سحرية على الأرض والجدران، وأشعل بخورا ذا رائحة غريبة، وأوقد شموعا سوداء. أمور لا يعنيك في شيء أن تعرف تفاصيلها الدقيقة ولن يستوعبها عقلك البشري المحدود. وما حدث أثناء تلك الطقوس المقدسة من استدعاء للقوى الخفية وفتح للبوابات الكونية يصعب على أمثالك فهمه أو تصوره. وما حدث أثناء تلك الطقوس المقدسة من استدعاء للقوى الخفية وفتح للبوابات الكونية يصعب على أمثالك فهمه أو تصوره. وما حدث أثناء تلك الطقوس المقدسة من استدعاء للقوى الخفية وفتح للبوابات الكونية يصعب على أمثالك فهمه أو تصوره. وبعد مرور حوالي ساعة من الزمن والرجل ذو الأنف الطويل يقرأ بصوت خافت تعاويذ وتراتيل شيطانية قديمة متعرقا ومجهدا ومرتجفا من شدة الخوف والإثارة، إلا وقد تنزل سيدي ومليكي إلى تلك الأجواء البشرية الفانية في بهاء لا يكافئه بهاء وعظمة لا تكافئها عظمة، كشعاع من نور أسود يخترق الظلام. تنزل سيدي الأول لوسيفر حامل النور الأصلي الملاك الساقط العظيم إلى ذلك البيت اليهودي المقدس، ونظر إلى تلك الرحم اليهودية العاقر واعتبرها رحما مقدسة مختارة لتحمل
ليحمل سره الأعظم، وقذف فيها بقدرته الخارقة تلك النطفة المقدسة، نطفة النور والظلام معا، نطفة الخلاص والهلاك في آن واحد، ثم قام عنها في بهاء لا يكافئه بهاء، وعظمة لا تكافئها عظمة، عائدا إلى عالمه الأثيري. وأنهى صاحب الأنف الطويل طقوسه الشيطانية بسرعة، وهرع يزيل كل الآثار والرموز من الغرفة قبل أن يستيقظ الفجر أو يدخل عليه أحد. أما المرأة اليهودية الضخمة فالواقع أنها لم تكن تعلم بشيء مما حدث، وكانت قد انتقلت من طور النوم المضطرب إلى طور آخر، طور من الغيبوبة العميقة، الغيبوبة المقدسة كما نحب أن نسميها. هكذا أيها البشري الجاهل كان الجماع المقدس أو التلقيح الإلهي أو الشيطاني، سميه ما شئت، جماع تم بين سيد العظيم لوسيفر وامرأة عاقر من بني إسرائيل، امرأة أصبحت بعد تلك الليلة المشهودة تحمل في أحشائها ابنا تظنه ابنها من زوجها البشري العادي، ولكنه في الحقيقة كان ابن الشيطان الأكبر، ابن لوسيفر بالذات، أنتي خريستوس. وقد كان أشد حمل شهدته امرأة على وجه الأرض منذ بدء الخليقة، 12 شهرا كاملا لا تنقص يوما واحدا، حملت به وعانت ما عانت، فكان الأطول مدة في الحمل والأشد مخاضا وعذابا وألما في الولادة، وكانت طوال فترة الحمل هذه المرأة الأشد عدائية وعنفا وجنونا عن كل الحوامل التي ظهرت على البسيطة من قبل أو من بعد. كانت تعض وتضرب وتصرخ وتصيبها نوبات من الهياج والهذيان، ولما ولدته أخيرا بعد عذاب أليم وصراخ متواصل ودماء غزيرة خرج منها بكل قداسته المزعومة وجماله الشيطاني الفاتن، نظرت إليه الأم المنهكة ورأت في عينيه شيئا غريبا لا تدري ما هو، بريق من ذكاء خارق ونظرة تفوق سنه بكثير، وكأنه يفهم كل شيء حوله منذ لحظة ولادته. لكنها انتبهت بسرعة من هذه الملاحظات العابرة الغير هامة، فتلك الضجة التي تسمعها بالخارج هي ضجة تعرفها جيدا وتخشاها. إنهم جنود فرعون الطاغية يقتحمون مساكن بني إسرائيل الفقيرة ويقتلون كل مولود ذكر يجدونه لهم، فنحن الآن قد أصبحنا في السنة التي يقتلون فيها المواليد وليس في سنة الرأفة والحياة. خرجت المرأة اليهودية الضخمة بسرعة من البيت المحاصر، خافية وليدها العجيب بين ثيابها وفي حضنها، راكضة كالمجنونة ناحية الجبال القريبة من مساكن بني إسرائيل. وقد صعدت ما كان لجسدها الضخم أن يصعده في الأحوال العادية لولا الخوف والأمومة، حتى رأت كهفا مظلما وموحشا غلب على ظنها أنه آمن وبعيد عن أعين الجنود، وهناك في قعر الكهف وضعت وليده المبارك أو الملعون على أن تعود له كل حين وبين الحين والحين لتطعمه من لبنه وتسقيه من مائه وتطمئن على سلامته. وتركته هناك وعادت متسللة إلى مسكنها خشية أن يفقدها الجنود فيشكوا في أمرها. En el 2025 la mejor forma para hacer ingresos, para hacer que tu dinero crezca ha sido en los mercados. في أمرها. ولما عادت إلى ذلك الكهف ثانية بعد فترة وجيزة لم تجد وليدها في المكان الذي تركته فيه. صرخت المرأة بأعلى صوتها وبكت بحرقة وألم وجزعت جزعا شديدا، وظنت أن الذئاب قد التهمته أو أن الجنود قد عثروا عليه وقتلوه. لم تكن تعلم المسكينة أن الملاك قد حمله بأمر من قوة عليا إلى مكان آخر أكثر أمنا ورعاية، وليس أي ملاك من الملائكة العاديين، بل هو جبريل نفسه عظيم الملائكة ورئيسهم كما تقول بعض الروايات الغامضة.
كان جبريل أو من يشبهه من القوى الخارقة يطعمه ويسقيه بيده المباركة لبنا صافيا وعسل مصفا وسمنا شهيا، ولم يزل يطعمه ويسقيه ويرعاه بعناية خاصة حتى نشأ الفتى وكبر وصار رجلا يافعا قوي البنية حاد الذكاء وذا قدرات خارقة. كم أنت عظيم يا سيدي الخالد، وكم أنت مقدس ومبارك. الشهادة الثانية: دراكولا شيطان الإنس الشهير يصف هيئة السيد العظيم. والآن يأتي دور شخصية أخرى، شخصية لها اسم يرتعد لسماعه الكثيرون وتروى عنها أساطير مرعبة عن مص الدماء والخلود. يقول الأمير الفلاخي فلاد الثالث المخوزق المعروف لدى العامة باسم دراكولا، والذي يصور هنا كأحد أعوان الشيطان البارزين على الأرض، شيطان الإنس الشهير. لم أحظى بالشرف العظيم لمتابعة تاريخ سيدي أنتيخريستوس منذ ولادته وفي كل مراحل حياته الغامضة مثل بقية الشياطين القدامى والمقربين منه، إلا أنني وبفضل عناية خاصة حظيت بشرف رؤيته أو ملاقاته أكثر من مرة في أزمنة وأماكن مختلفة، ولأن لي عينا ثاقبة حادة لا تفوتها فائتة وذاكرة قوية لا تنسى التفاصيل الدقيقة، فأني سأكون على الأرجح خير من يصفه ويقرب صورته لمن لم يره ولم يعرفه ويتوق بشغف إلى رؤيته المقدسة التي تنير القلوب. لقد كان سيدي أنتيخريستوس في إحدى تجلياته التي رأيتها رجلا قوي البنية جدا، عظيم الهيكل واضح العضلات، كان عريض المنكبين وكأنه ملك أو محارب أسطوري، ليس ذا قامة طويلة مفرطة وإنما هو أقرب إلى القصر أو الطول المتوسط، أحمر البشرة كلون النار أو مثل أبناء الجنس الأبيض القوقازي الذين يعرفون ببشرتهم الحمراء قليلا، شعره كان أسود فاحما شديد الجعودة والتموج طويلا ينسدل على كتفيه وشديد التشابك والتداخل وكأنه لم يمشطه منذ قرون، كان متباعد الساقين قليلا عند المشي مما يعطيه مشية واثقة ومهابة، وقد جمع في خلقته وصفاته كل صفات القوة والكمال البشري من جهة وبعضا من صفات الجن والكائنات الخارقة من جهة، ولهذا السبب فإن إسراعه في الأرض وتنقله من مكان لآخر كان كسرعة الريح العاصفة التي لا يمكن إدراكها أو ملاحقتها، وهو يرى الإنس والجن والشياطين في آن واحد، بل ويرى الملائكة أيضا إذا أراد ذلك، ويراه أولئك كلهم بوضوح إذا تجلى لهم، ولا تجري عليه أحكام الزمان والمكان كما تجري على البشر الفانين، فهو يعيش منذ أيام فرعون موسى بل ومن قبل ذلك بكثير، وسيظل يعيش حتى نهاية الزمان وظهور علامات الساعة الكبرى، لا يهرم ولا يشخ ولا يعتريه ضعف أو مرض، هو سيد الجن والإنس في الأرض وسيد الشياطين في كل العوالم، ولا سيد له إلا أبوه وخالقه وملهمه، سيدي وسيدكم لوسيفر العظيم، وسيكون في نهاية الزمان سيد الإنس كلهم وملكهم الوحيد الذي لا شريك له، ولرأسه الشريف هيئة عجيبة ومميزة يتهيأ لك لما تراها من بعض الزوايا وكأنها رأس ثعبان ضخم أو أسطل حية كبيرة ملتفة، لست أدري بالضبط كيف أقرب الأمر إلى ذهنك البشري المحدود، ولكن رأسه بشكله البيضاوي قليلا ونظراته الثاقبة كانت توحي إلي دائما بهذا الإيحاء الغارب والمخيف. الشهادة الثالثة: بافوميت معبود فرسان الهيكل، يكشف عن مقام السيد السري، اليمن، العصور القديمة. يتقدم الآن شاهد آخر، كائن أسطوري غامض له رأس جدي وأجنحة كالخفاش وجسد يجمع بين البشري والحيواني، إنه بافوميت الذي يقال إن فرسان الهيكل الماسون كانوا يعبدونه سرا ويستمدون منه القوة والحكمة. يقول بافوميت بصوته الأجش المخيف: عاش سيدي أنتيخريستوس فترة طويلة
في مصر الفرعونية القديمة، وتعلم فيها علوما وأسرارا لا يسعها عقل إنس ولا جن ولا حتى عقول معظم الشياطين الأقل شأنا، علوم لا يسعها إلا عقل مستنير ومتفتح كعقل سيدي وقائدي، علمه إياها أبوه المباشر سيدي لوسيفر ومجموعة من حكماء الجن القدامى الذين كانوا موالين له. Ay, no, por favor. موالين له، وليس بمقدوري أو بصلاحيتي أن أحكي لك أيها الفضولي الفاني عن تفاصيل حياة سيدي أنتي خريستوس في مصر والأسرار التي اطلع عليها والتجارب التي خاضها، إلا أنه يمكنني أن أقول لك باختصار شديد أنه لما تعلم فنون البحار وأسرار الملاحة قرر أن يبحر من مصر الفرعونية ويغادرها ليستكشف العالم الواسع من حوله وينشر نوره أو ظلامه في أرجائه، وظل يجول بسفنه الغامضة بين البلاد والشعوب لفترة طويلة يتعلم منهم ويعلمهم ويراقب أحوالهم ويخطط لمستقبلهم، حتى انتهى به الإبحار في أحد الأيام إلى شواطئ اليمن البعيدة، وتحديدا إلى مجموعة من الجزر الصغيرة المتناثرة في البحر الأحمر لها اسم عجيب وذو دلالة، جزر حنيش في اليمن أو جزر الثعبان كما كانت تعرف في بعض الخرائط القديمة، وقد انتقى منها جزيرة واحدة منعزلة وجميلة ليكون فيها مقامه الدائم ومركز قيادته السري أبد الدهر حتى يأذن له سيده الأعلى بالخروج إلى العالم. وحدث في ذلك الزمن البعيد أن الفراعنة المصريين كانوا يجهزون سفينة عظيمة وقوية لتقوم برحلة بحرية استكشافية طويلة للبلاد المجهولة في الجنوب والشرق، وقد وضعوا على تلك السفينة المباركة حوالي 500 من أشجع رجال مصر وأكثرهم قوة وحنكة ودراية بالبحر وأهواله. وبينما كان هؤلاء الرجال الشجعان في رحلتهم الطويلة وفي وسط البحر الواسع إذ هبت عليهم فجأة عاصفة هوجاء عاتية ظلت تروح بالسفينة وتغدو بها لأيام وليال وتقاذفها الأمواج العاتية كالقشة في الهواء حتى اصطدمت بعنف بالصخور الحادة في وسط البحر الغاضب وتحطمت إلى أجزاء صغيرة، وغرق كل من كان على السفينة وسط البحر الهائج ما عدا رجل واحد فقط كتب له النجاة بأعجوبة. لقد تعلق بلوح خشبي كبير من ألواح السفينة المحطمة، وظل التيار البحري القوي يجرفه وهو متعلق بذلك اللوح ل3 أيام و3 ليال يصارع الموت واليأس حتى انتهى به التيار أخيرا إلى شاطئ جزيرة مجهولة. أفاق الرجل المصري المغلوب على أمره بعد طول نصب وجوع وعطش على شاطئ الجزيرة التي لاحظ أن رمالها ساخنة وذهبية، لكنها كانت حقا جزيرة غناء وخضراء جنة على الأرض لم ير مثلها في جمالها وخصوبتها في حياته كلها، مع أنه كان بحارا وخضرما لم يترك أرضا جميلة إلا وطئها، لكن تلك الجزيرة الغامضة كانت تختلف عن كل ما رآه من قبل. كانت الجزيرة مليئة بالحيوانات الأليفة والغريبة من كل جنس ولون، وكانت تعيش فيها في سلام ووئام، وفيها من كل أنواع الثمار اللذيذة والأزهار العطرة التي عرفها والتي لم يعرفها من قبل. فشرع الرجل الجائع يصيد ذوات اللحم والسمك من الحيوانات والطيور ويشعل النار ويطهو ويأكل من لحمها وسمكها حتى شبع،
وكان يقدم أيضا قرابين مشوية من الصيد للآلهة المصرية التي كان يعبدها امتنانا لهم وشكرا على سلامته وحسن حظه. وفجأة وبينما هو كذلك اهتزت الأرض تحت قدميه بعنف، واهتز الشجر من حوله، وسمع صوت مخيف كأنه الرعد، وبرز له من بين الأشجار رجل عظيم القامة قوي البنية يرتدي رداء ذهبيا جميلا ولامعا، وعلى رأسه ما يشبه التاج المرصع بالجواهر. كان الرجل المصري قد امتلأ رعبا وفزعا من هول المفاجأة ومن هيبة ذلك الرجل الغريب. لم يكن ذلك الرجل الفرعوني التائه يعلم أنه أول من يطأ بقدميه من البشر العاديين جزيرة سيد المقدسة، جزيرة أنتيخريستوس الخاصة. قال له سيدي بصوته الهادر الممتلئ بالقوة والسلطة: من أي أرض جئت أيها الغريب؟ قال البحار المصري في جزع وخوف من قوة سيدي وعظمته وهيبته: جئت من أرض مصر يا سيدي، لقد كنت أبحر مع رفاق البحارة العظام في سفينة كبيرة، ثم إن البحر قد غضب علينا ورمى بسفينتنا إلى الصخور، فتحطمت سفينتنا وغرق الكل إلا أنا، فقد نجوت بأعجوبة. قال له سيدي بصوت هادئ حكيم يشيع الطمأنينة في النفس: لا تجزع أيها المصري ولا تخف، فأنت آمن هنا في جزيرتي. لقد كنت أنت المختار الوحيد الذي نجا من تلك الكارثة المروعة التي هلك فيها العديد من الرجال العظماء المصريين. أنت المختار الوحيد أيها المصري، فلا بد أن لك شأنا عند الآلهة. قال له البحار وقد بدأ يهدأ قليلا ويستعيد رباطة جأشه: ومن أين أنت أيها الرجل القوي ذو الهيئة الملكية؟ وما اسم هذه الجزيرة العجيبة؟ قال له سيدي أنتيخريستوس بشيء من الغموض: لا يهمك من أين أنا ولا ما اسم هذه الجزيرة، يمكنك أن تدعوني بالثعبان إذا شئت. لقد كان يعيش معي على هذه الجزيرة 70 من رفاقي وأتباع المخلصين، لكن شهبا من السماء قد سقطت عليهم ذات ليلة فأحرقتهم جميعا، ولم أنج منهم إلا أنا وفتاة صغيرة أخرى. قال البحار بسذاجة وهو لا يعلم حقيقة الأمر: يبدو أنك محظوظ مثلي أيها الثعبان الكريم. بدا على وجه سيدي أنتيخريستوس شبح ابتسامة ساخرة وهو يقول للبحار المصري: إن لدي القدرة على التنبؤ بالمستقبل أيها المصري، وإنه ستأتيك بعد مرور 4 أشهر من الآن سفينة أخرى تنقذك وتعيدك إلى بلادك مصر سالما غانما. فرح البحار بهذا الخبر السار فرحا غامرا وقال: حقا أيها الرجل الطيب ذو القدرات الخارقة، حقا سأعود إلى وطني. أقسم بعظمة الآلهة كلها إنه لو حدث ما تقول لأعودن إليك مرة أخرى محملا بالهدايا والكنوز والبخور والقرابين من مصر، عرفانا بجميلك وكرمك. ضحك سيدي أنتيخريستوس ضحكة خفيفة وقال له: ليست جزيرتي هذه بحاجة إلى أي شيء يمكنك أن تحضره لها أو لي، ولتعلم أيها المصري أنك ما إن غادرت جزيرتي هذه فإنه لن يكون بمقدورك أن تعود إليها مرة أخرى أبدا، لأن جزيرتي هذه سوف تختفي في البحر بأمر من الآلهة أو بقدرتي الخاصة، ولا سوف تظهر نفسها مرة أخرى للتائه المختار التالي الذي ستقوده قدمه أو قدره إليها في يوم من الأيام. ثم قال سيدي أنتيخريستوس فجأة وكأنه يعطيه أمرا لا يخالف: ولكن
أيها المصري، فور عودتك إلى بلادك سالما ليس مسموحا لك أبدا أن تذكر لأحد أنك قابلت إنسيا مثلي هنا في هذه الجزيرة، بل قل لهم إنك قد قابلت ثعبانا عظيما يتكلم، وأنه هو الذي أخبرك بهذه الأمور، وليصدقك منهم من يصدقك وليكذبك منهم من يكذبك، فلا يهمنا ذلك في شيء. قال الرجل بطاعة: كما تريد أيها الثعبان العظيم وكما تأمر. وبعد مرور 4 أشهر كما تنبأ سيدي، وصلت سفينة مصرية بالفعل إلى شاطئ الجزيرة، وأهدى سيدي أنتيخريستوسوس إلى البحار المصري هدايا وعطايا كثيرة وثمينة من العاج الأبيض والكحل الأسود والعطور النادرة والبخور الزكي ونبات السناء المفيد والتوابل العطرة والأخشاب النادرة والذهب والفضة الخالصة، ومن الحيوانات الغريبة مثل الزراف والقرود، ليأخذها معه هدية إلى فرعون مصر. وأمضى البحار المصري في سفينته الجديدة حوالي 2 شهرين في عرض البحر حتى وصل إلى شواطئ مصر، وكان ينظر إلى جزيرة أنتيخريستوسوس وهي تتضاءل وتتضاءل خلفه في الأفق حتى اختفت تماما وكأنها لم تكن، تماما كما أخبره أنتيخريستوسوس بأنها ستفعل. ولما عاد ذلك الرجل البحار إلى مصر حكى قصته العجيبة تلك إلى الوزير الذي حكاها بدوره إلى فرعون، وأمر فرعون رئيس الكتاب آمون أن يكتبها على ورق البرد لتبقى خالدة في التاريخ. وكوفئ البحار بمنصب كبير في القصر الفرعوني، فأصبح كبير موظفي القصر تعويضا له عن محنته الطويلة ومكافأة له على روح المغامرة التي كان يتحلى بها. وقد قرأت أنت أيها الإنسان المتعلم في العصر الحديث هذه البردية القديمة، وكان اسمها الذي أطلق عليها هو قصة الملاح التائه، ولكنك لم تفهمها على حقيقتها ولم تستوعب أبعادها الخفية أيها الإنسان القاصر الفهم. فالحقيقة التي ذكرها سيدي أنتيخريستوسوس لذلك الرجل عن 70 رفيقا من رفاقه الذين ضربتهم الشهب، أن هؤلاء لم يكونوا بشرا عاديين، بل كانوا شياطين من جنده المخلصين، كانوا يعملون في مقام خدمة سيدي أنتيخريستوسوس في تلك الجزيرة السرية، ويأتمرون بأمره وينفذون خططه. وإنه قد نما إلى علمه في ذلك الزمان أن الله سيبعث في بني إسرائيل نبي عظيما وقويا ليخلصهم من عبودية فرعون ويقيم لهم دولتهم. فغضب سيدي أنتيخريستوسوس لذلك غضبا شديدا، لأنه كان يعتبر بني إسرائيل شعبه المختار، ولم يكن يريد لأحد غيره أن يقودهم أو يدعي النبوة فيهم. فأمر جميع الشياطين الذين كانوا في خدمته أن يصعدوا إلى السماء للتجسس واستراق السمع، ليأتوه بالخبر اليقين عن ذلك النبي المنتظر ومتى سيبعث بالضبط. وعندها حدثت المأساة الحزينة، لقد أمطرت جميع الشياطين الصاعدة بشهب حارقة من السماء فأحرقتهم كلهم وأهلكتهم، كما يحدث دائما عند اقتراب نزول أي نبي أو ظهور أي رسالة سماوية جديدة. كان النبي الذي ولد فيما أتى من الأيام هو موسى عليه السلام. أما سيدي أنتيخريستوسوس فلم يبقى معه على الجزيرة من أتباعه الشياطين بعد تلك المجزرة السماوية سوى شيطانة واحدة فقط، وهي تلك التي سماها للبحار بالفتاة الصغيرة التي نجت معه. كانت تلك الشيطانة الناجية هي أنا، الشيطانة سيباي، وكنت لا أزال طفلة صغيرة بالفعل أيامها، ولكنني كنت مخلصة لسيدي منذ نعومة أظافري. الشهادة الرابعة: سيربنت، الأفعى اليهودية الشيطانية، يشهد على مواجهة العجل الذهبي، صحراء سيناء، حوالي 1800 قبل الميلاد. والآن يأتي دور كائن آخر ليدلي بشهادته الخطيرة. إنها الأفعى القديمة سيربنت، رمز الغواية والمكر، والتي تصور هنا كأحد أقدم الشياطين وأكثرهم نفوذا في خطط أنتيخريستوس. تقول الأفعى بفحيحها المخيف:
سأنزل بكم الآن أيها المستمعون المشدوهون إلى مشهد عظيم هو الأعظم على الإطلاق بين مشاهد الأرض جميعها من حيث الهيبة والإعجاز. مشهد النبي موسى وهو يشق بعصاه المباركة مياه البحر الأحمر إلى قطعتين متماسكتين من الماء، قطعتين من البحر عن اليمين وعن الشمال، كأنهما جبلان عظيمان من الماء، أو كأنهما شلالان هائلان يسيلان إلى الأعلى وليس إلى الأسفل، مخالفين بذلك كل قوانين الطبيعة والجاذبية. مشهد نحتاج حتى نوصله إلى ذهنك المحدود أيها الإنسان أن يجتمع كل مخرجي هوليوود العظام وكل خبراء المؤثرات البصرية في العالم ليقدموه لك في مشهد واحد مذهل. وكل هذا الإعجاز الرباني وموسى يتقدم بثقة بني إسرائيل الذين كانوا يمرون بأمان وسلام وسط البحر المنشق، يحملون متاعهم وأطفالهم ومواشيهم ويسيرون وراء موسى بخضوع وانبهار. وكان بينهم في ذلك اليوم المشهود ومختلطا بهم دون أن يشعروا به سيدي العظيم ومليكي أنتي خريستوس. كنت أراه بوضوح وهو يتقدم الصفوف ويسير بقرب من موسى نفسه متظاهرا بالإيمان والولاء. فلما عرف سيدي بأن النبي المبعوث الحقيقي لبني إسرائيل هو موسى هذا وليس هو كما كان يتوقع، أصر إلا أن ينزل إلى ساحته ويقارعه الحجة بالحجة ويتحداه في قومه وأتباعه ليثبت من هو الأقوى والأجدر بالقيادة. Este martes y miércoles, Aguacate 34.50. بالقيادة. كنت أنا سيربنت الحكيم أزحف بهدوء بين أقدام بني إسرائيل المذعورين وهم يعبرون قاع البحر الجاف في ذلك المشهد العظيم، وأنظر باهتمام إلى سيدي أنتي خريستوس الذي كان يفعل أمرا عجيبا جدا وغير متوقع. كان بقدرته الخاصة يرى الملك جبريل عليه السلام وهو على فرسه الأسطورية البيضاء المجنحة يشق البحر أمام موسى وبني إسرائيل، ومن ورائه يسير موسى وقومه. أما سيدي أنتي خريستوس ولأن له بصيرة نافذة فقد لاحظ أن أثر حوافر فرس جبريل على الأرض الصفراء الجافة في قاع البحر كان يحولها في الحال إلى أرض خضراء مخصبة تنبت العشب والأزهار. كان أنتي خريستوس هو الوحيد بين كل هؤلاء البشر القاصرين الذين يرى الملك جبريل بوضوح، وقد عرفه فورا لأنه هو الذي كان يتعاهده بالرعاية ويعتني به في طفولته الباكرة في ذلك الكهف المجهول. والآن يرى أثر فرسه السحري على الأرض الذي يجعلها خضراء نضرة. فانحنى سيدي أنتي خريستوس بسرعة وخفة وقبض قبضة من ذلك التراب المقدس من أثر حافر فرس جبريل، ووضع تلك القبضة المقدسة في متاعه وأخفاها بعناية، فقد عرف بحدسه الشيطاني الخارق أن فيها سرا عظيما وقوة سحرية هائلة سيحتاج إليها في يوم من الأيام. وبعد أن اجتاز الجميع البحر بسلام ونجوا من فرعون وجنوده الذين غرقوا جميعا، شرعوا في عبور صحراء سيناء القاحلة قاصدين أرض كنعان، أرض فلسطين الموعودة. وبينما هم يمشون في تلك الصحراء الموحشة ويعانون من الجوع والعطش، إذ رأوا في طريقهم قوما من العماليق أو غيرهم كانوا عاكفين على عبادة عجل مصنوع من خشب أو حجر ويقدمون له القرابين والنذور. فقال بعض الجهلاء من بني إسرائيل لموسى بسذاجة وقلة إيمان: يا موسى، اجعل لنا إلها مرئيا نعبده ونراه بأعيننا كما لهؤلاء القوم آلهة يعبدونها.
قال لهم موسى غاضبا ومستنكرا: إنكم قوم تجهلون، إنما عليه هؤلاء القوم باطل ومهلك لهم، وإن الله لمفسدا عمل هؤلاء ومهلكهم. أفغير الله الواحد الأحد تبتغون إلها وهو الذي فضلكم على العالمين وأنعم عليكم بالنعم الجسيمة، وللتو أنجاكم من آل فرعون وبطشهم. لاحظ سيدي أنتي خريستوس هذا المشهد الغريب وتلك الرغبة الدفينة لدى بني إسرائيل في عبادة المحسوسات، وأسرها في نفسه مخططا لشيء ما، حتى أتى ذلك اليوم الذي غادر فيه موسى قومه بأمر من ربه ليذهب إلى جبل الطور ليكلم ربه ويتلقى منه الألواح والشريعة، وأخبر قومه أنه سيعود لهم بعد 30 ليلة، وترك أخاه هارون خليفة له في قومه ليرعاهم ويوجههم في غيابه. ومرت 30 ليلة كاملة ولم يأتي موسى، ومرت ليلة أخرى، ثم ليلة ثالثة، ثم ليلة رابعة، حتى قاربت 40 ليلة، فقد زاد الله على موسى 10 ليال أخرى، ولم يرجع موسى بعد. وهنا وفي غياب القائد الروحي انتهز سيدي أنتي خريستوس الذي عرف في هذه القصة باسم السامري الفرصة السانحة أعظم انتهاز وأشده عبقرية ودهاء. قال لقوم بني إسرائيل المتذمرين واليائسين بصوته القوي الآسر الذي لا يقاوم: يا قوم، اجمعوا إلي كل الذهب والحلي الذي أعاركم إياه المصريون قبل خروجكم من مصر، والذي تشعرون بالإثم والثقل لحمله معكم، فإني سأخلصكم منه وسأجعل لكم منه شيئا عظيما. وجمع إليه القوم المغفلون كل الذهب الذي كانوا قد استعاروه من المصريين، وكان ذلك بأمر من موسى ليعوضوا عن سنين العبودية. فصهره سيدي كله في نار عظيمة، وصنع منه عجلا ذهبيا كبيرا ذا شكل رائع وجذاب يبهر الناظرين بصناعته المتقنة. لم أكن أعرف في ذلك الوقت أن سيدي أنتي خريستوس فنان ونحات ماهر إلى هذا الحد، إن مثله لهو أعظم من أعظم فنان ظهر على وجه الأرض. ثم وفي لحظة درامية مخطط لها بعناية، أخرج سيدي أنتي خريستوس من متاعه ذلك الأثر المقدس الذي كان قد قبضه من أثر حافر فرس جبريل، ثم إنه ألقاه على العجل الذهبي الأجوف، فاستحال العجل الذهبي الصامت في الحال عجلا ذهبيا حيا له خوار صوت يشبه صوت البقر. كان مشهدا مهيبا ومذهلا أذهلني أنا نفسي وأنا الأفعى الشيطانية العتيقة، ولم أستوعبه في البداية. وكذلك ذهل بنو إسرائيل كلهم ونظروا إلى تلك المعجزة الخارقة بعيون مبهورة وقلوب منخدعة. وفي غمرة انبهارهم وتعظيمهم قال لهم سيدي أنتي خريستوس بصوت واثق ومقنع: لقد ذهب موسى لمقابلة ربه في الجبل، ونسي أن إلهه الحقيقي ها هنا بينكم. Quiero invitarte a nuestro seminario Creando Riqueza, donde vas a aprender cómo invertir en la bolsa de valores estudiando. بينكم. هذا هو إلهكم الجليل يا قوم، وإلهي أنا وإله موسى الذي ضل عنه الطريق. فخروا له متعبدين وسجدوا للعجل الذهبي وطافوا حوله فرحين مسرورين محتفلين بإلههم الجديد الذي يرونه ويسمعون صوته. جزع هارون أخو موسى لما رأى من فعل قومه وردتهم، ونزل فيهم قائلا بغضب وحزن: يا قوم، ماذا دهاكم؟ وما هذا الضلال الذي وقعتم فيه؟ اتقوا الله الرحمن ربكم الحقيقي الذي خلقكم ورزقكم، ودعكم من هذا الشيء المصنوع، واتبعوني وأطيعوا أمري، فإني لكم ناصح أمين. قالوا له
بعناد وإصرار: بل لن نبرح مكاننا ولن نترك عبادة إلهنا هذا، نحن ها هنا عاكفون عليه حتى يرجع إلينا موسى ويرى بأم عينه أينا كان على صواب. وفجأة وفي ذروة هذا الضلال رجع موسى عليه السلام من ميقات ربه حاملا في يديه ألواح التوراة، وهاله ما رأى من أمر العجل الذهبي الذي يخرون له سجدا عابدين، فغضب موسى غضبا شديدا لم ير مثله من قبل، فقد اشتهر عنه أنه كان سريع الغضب لله. وكانت معه الألواح المقدسة التي كتبت فيها كلمات التوراة التي أملاه إياها ربه في جبل الطور، فألقى الألواح من شدة الغضب والحزن من يده كلها على الأرض فتحطمت وتكسرت، ثم صاح في قومه بصوت يزلزل الجبال: يا قوم، ما بالكم؟ وما هذا الذي أرى؟ ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا بالنصر والتمكين؟ أفطال عليكم العهد فنسيتم؟ أم أنكم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قال له قومه وقد أفاقوا من سكرتهم وأدركوا جسامة فعلتهم: ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم، أي الذهب المصريين، فألقيناها عند قدمي هذا الرجل السامري مشيرين إلى أنتيخريستوس، وقد أضلنا وخدعنا بمعجزته. ثم إنه أمسك بأخيه هارون من لحيته ورأسه بشدة وعنف وقال له بعتاب: ما بالك يا هارون؟ وما منعك لما رأيتهم قد ضلوا وعبدوا العجل؟ أفعصيت أمري يا هارون وتخاذلت في مهمتك؟ قال له هارون باستعطاف: يا ابن أمة، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، لا تشمت في الأعداء، إني خشيت أن تقول إني فرقت بين بني إسرائيل وأنت غائب ولم ترقب قولي. تركه موسى والتفت بكل غضبه وسخطه إلى سيد أنتيخريستوس الذي سماه بنو إسرائيل في ذلك الموقف بالسامري. فلفظة السامري في عرف بني إسرائيل القدامى كانت تطلق على الرجل الغريب عنهم والذي لا يعرف أصله وفصله، وهي تعني أيضا في بعض التفسيرات الرجل المضل والمخادع. وكانت تلك هي المواجهة الأولى والأخيرة في ذلك الزمن على الأقل بين النبي موسى وسيد العظيم أنتيخريستوس. وإني والله كنت متحمسا جدا لهذه المواجهة التاريخية، فارتفعت برأسي فوق الجميع أراقب ما سيحدث بينهما عن كثب وبترقب شديد. قال له موسى بهدوء غريب ومفاجئ، هدوء يسبق العاصفة: ما خطبك يا سامري؟ وما الذي حملك على أن تفعل هذا الفعل الشنيع؟ قال له سيدي أنتيخريستوس بهدوء أشد وبرود قاتل وكأنه لا يبالي بشيء: رأيت ما لم يراه هؤلاء الجهلة في يوم مررنا فيه بين شقي البحر. رأيت ذلك الرسول السماوي على فرسه الأسطورية، فقبضت قبضة من أثر فرسه فرميت تلك القبضة السحرية على هذا العجل الذهبي، وكذلك سولت لي نفسي أن أفعل، فماذا عساك فاعل بي؟ توقعت وكل من حولي من الجن والشياطين أن يثور موسى في وجه سيدي أنتيخريستوس بما اشتهر عنه من شدة الغضب، خاصة في هذه الأمور التي تتعلق بالشرك بالله. لكن موسى قال له بهدوء غريب وبنظرة ثاقبة كأنها تخترق الحجب: اذهب أيها السامري واخرج من بيننا، فإن لك في هذه الحياة الدنيا موعدا آخر، موعدا ستظهر فيه بكل قوتك وفتنتك، وإن هذا الموعد لن تخلفه أبدا وهو آت لا محالة. أما عن إلهك هذا الذي ضللت به القوم فستراه بأم عينك، ونحن نحرقه بالنار ثم نذر رماده في البحر فلا يبقى له أثر.
كان أمرا عجيبا وغريبا أن يعامل موسى سيدي أنتيخريستوس بكل هذا الهدوء والتسامح، لكن يبدو أن موسى بوحي من الله قد عرف من هو أنتيخريستوس على حقيقته، وعرف أنه ليس مجرد ساحر أو مضل عادي، بل هو فتنة كبرى مؤجلة لآخر الزمان، وعرف أن موعد المواجهة الحقيقية والفاصلة معه ليس الآن، وإنما في زمن آخر، زمن متأخر جدا، زمن لن يكون فيه موسى موجودا ولا فرعون ولا الأولين، زمن هو آخر سطرين من تاريخ بني الإنسان على هذه الأرض الفانية. الشهادة الخامسة والأخيرة. Tu dirección de residencia te está costando caro. Te están pagando 5 veces menos que lo أخيرة. الشيطانة سيباي تكشف عن لقاء الجزيرة الثاني، جزيرة الثعبان، زمن النبي محمد. تعود الشيطانة سيباي لتدلي بشهادتها الأخيرة في هذا المحفل المظلم، وهي تتحدث هذه المرة عن نفسها وعن لقاء آخر حدث في جزيرة سيدها السرية. لو أن نفسي تحب الحديث عن نفسها لقالت لكم بكل فخر واعتزاز إنني شيطانة لم يعرفني أحد من أهل الأرض العاديين قاطبة باسمي أو بهويتها الحقيقية، وإن كنت أنا بفضل قدراتي الخاصة أعرف أهل الأرض قاطبة وأطلع على أسرارهم وخفاياهم. لست مجرد جاسسة أي تتجسس وتجس الأخبار عادية، بل إنني جساسة محترفة مبالغة في ذلك، لا تفوتني شاردة ولا واردة. أجس خبر الأرض وأهل الأرض وأنقله إلى سيدي بكل أمانة ودقة، وليس لي سكن أو مأوى إلا بجوار سيد العظيم أنتيخريستوس في جزيرته المقدسة، جزيرة الثعبان. ويوم مأساة احتراق كل شياطين الجزيرة بالشهب السماوية في زمن موسى لم أصب بأدنى أذى ونجوت بأعجوبة، لأنني لم أكلف في ذلك اليوم بجس خبر السماء كما فعل الآخرون، وإنما كنت مكلفة بجس خبر الأرض ومراقبة البشر، وليس يفعلها إنس ولا جن خيرا مما أفعلها أنا، فلي في ذلك خبرة طويلة وقدرات فريدة. هيئتي الشيطانية يراها الإنس في بعض الأحيان، ولا يزالون يرونها حتى في العصر الحديث، ويطلقون علي أسماء مختلفة في مختلف الثقافات. فأنا من قبيلة من الشياطين أو الجن، كلهم على هيئتي الخارجية، وإن اختلفوا عني في بعض التفاصيل التشريحية اليسيرة. إن قبيلتي تسكن غابات الأرض الكثيفة كلها والجبال الشاهقة الموحشة. ولأيسر عليك تصور هيئتي الغريبة أيها البشري الخائر القوى، عليك أن تتصور أولا غوريلا ضخمة منتصبة القامة، ثم تضع لهذه الغوريلا شعرا طويلا كثيفا جدا يكاد يكون كالفرو يغطي جسدها كله ويغطي وجهها أيضا، فلا يظهر منه إلا العينان اللامعتان. هكذا أنا أبدو للبشر، وهكذا نحن أبناء قبيلتي. وقد أطلقتم على قبيلتي في عصركم الحديث المتحضر المزعوم اسما عجيبا يدل على جهلكم وسطحيتكم، لقب ذي القدم الكبيرة، أو بيج فوت في اللغة الإنجليزية، أو ياتي في جبال الهيمالايا، أو الساسكواتش في غابات أمريكا الشمالية. ومسماكم هذا إن دل على شيء فإنما يدل على شدة جهل بني الإنسان بالعوالم الأخرى وشدة حمقهم وتكبرهم. تسألني كيف أجس الأخبار بالضبط وبكل هذه الدقة؟ هذا مما لا يجب أن يقال لمثلك ولا يحق لك أن تعرفه. فقط اعلم أيها البشري الفاني أنني أعلم كل شيء وأراقب كل شيء، ولا يخفى علي شيء في الأرض. وليست قبيلتني مثلي في الوظيفة والدرجة، فلهم حياتهم الخاصة ومهامهم البسيطة، ولي حياتي الخاصة ومهامي العظمى، وحياتي كلها موقوفة على خدمة سيدي أنتيخريستوس وطاعته، فهو سيدي وسيد الجميع.
لقد وطئت جزيرة الثعبان المقدسة التي هي مقر إقامة سيدي أقدام بشرية مرتين فقط على مدى التاريخ الطويل حسب علم المحدود. إحداهما كانت في زمن موسى عليه السلام، وهو ذلك الملاح المصري التائه الذي حكيت لكم قصته منذ قليل. وكانت المرة الثانية في زمن نبي آخر، نبي آخر الزمان كما يسمونه، النبي محمدا صاحب الرسالة الخاتمة. وإن لهذه القصة الثانية أهمية خاصة ودلالات عميقة. في ذات ليلة عاصفة وشديدة الظلام في مياه بحر اليمن الغادر، كانت هناك سفينة تجارية صغيرة يلعب بها الموج الهائج وتتقاذفها الأمواج العاتية، حتى فقد ربانها القدرة تماما على تحديد مكانه أو جهته، فأينما ينظر بوجهه لا يرى إلا ظلمة الليل الحالكة وزرقة البحر الغاضبة. وقد حاول ربانها المخضرم أن يعود بالسفينة إلى أي يابسة قريبة، لكنه يأس واستسلم لقدره، وأصبحت تتناوب على السفينة عواصف بحرية عنيفة وراءها عواصف أخرى أشد قسوة، حتى مكثت السفينة ومن عليها في عرض بحر اليمن حوالي شهرا كاملا تتلاعب بها الأمواج كيفما تشاء دون هدف أو جهة، حتى أرفبت السفينة فجأة وبقدرة قادرة إلى شاطئ جزيرة مجهولة لم يروها من قبل. كانت هذه الجزيرة هي جزيرتنا المقدسة، جزيرة الثعبان. وكان على متن تلك السفينة التائهة نفر من نصارى العرب عددهم حوالي 31 رجلا، وكان من بينهم رجل مشهور بالورع والصلاح والتدين واسمه تميم الداري، وهو صحابي أسلم بعد ذلك. جلسوا أول الأمر وقد أصابهم الإعياء والخوف في قوارب النجاة الصغيرة التابعة للسفينة حتى غربت الشمس واسودت السماء، ثم تشجعوا ودخلوا إلى الجزيرة الغامضة يبحثون عن الماء والطعام والأمان. وفور أن دخلوها ووطئت أقدامهم المنهكة أرضها لقيتهم أنا. كانت هيئتي الغريبة ذات الشعر الكثيف جدا عجيبة عليهم ومفزعة، ظنوني في البداية حيوانا مفترسا أو وحشا أسطوريا، ولأن هيئتي كانت تبدو لهم أقرب تشريحيا للإنسان منها إلى الحيوان، لأنني كنت أقف منتصبا وجهوا لي كلاما وهم مندهشون وخائفون. قالوا وعيونهم تخمرها الدهشة والحيرة: ويلك، ما أنت وما هذا الخلق العجيب؟ قلت لهم بلغتهم العربية الفصيحة وببساطة وهدوء ودون أن أفزعهم أكثر: أنا الجساسة. قالوا لي مستفهمين: وما الجساسة؟ ما معنى هذا الاسم الغريب؟ تجاهلت سؤالهم الأخير وقلت لهم بصوت آمر وكأنني أوجههم: أيها القوم، انطلقوا إلى هذا الدير الذي ترونه هناك في قمة الجبل، ففيه رجل عظيم الشأن، وإنه والله لخبركم مشتاق وينتظر قدومكم بفارغ الصبر. ¿Qué pareces es Rosa Mosqueta? Pelo más suave, con movimiento natural y perfume duradero desde el primer uso de la colección. فارغ الصبر. بدا على القوم الذعر الشديد مني ومن كلامي الغريب، فانسحبوا وتركوني وذهبوا مسرعين إلى ذلك الدير الذي أشرت إليه. ولما دخلوه بحذر وترقب رأوا فيه رجلا عظيم الجسد قوي البنية جالسا على الأرض بشكل لم يروه من قبل في حياتهم كلها من حيث الضخامة والهيبة. والأغرب من ذلك أنه كان مقيدا بقيود حديدية ثقيلة لم يروا في مثل عظمتها وقوتها في حياتهم، مجموعة يداه الاثنتان وراء عنقه بسلاسل من حديد، وأغلال أخرى من حديد تقيد ما بين ركبتيه إلى كعبيه. كان هذا الرجل العظيم المقيد هو سيدي ومليكي أنتي خريستوس. ولتقييده بتلك الطريقة القاسية قصة أخرى طويلة ومعقدة ليس من حقي أن أخبرك عنها الآن. فلما رأى أولئك العرب النصارى ذلك المشهد المهول فزعوا أشد الفزع وقالوا لهم بصوت مرتجف: ويلك، ما أنت ومن فعل بك هذا؟ قال لهم سيدي أنتي خريستوس بصوت عميق وهادئ رغم قيوده: سأخبركم بأمري، ولكن أخبروني أنتم أولا، ما أنتم وما الذي أتى بكم إلى هذه الجزيرة المقفرة؟
قالوا له: نحن أناس من العرب نقيم على ساحل اليمن، ركبنا في سفينة بحرية للتجارة، فصادفنا البحر في هيجانه العظيم، فلعب بنا الموج شهرا كاملا حتى أرفأنا أخيرا إلى جزيرتك هذه، وقد هلكنا من الجوع والعطش والخوف. ولما دخلناها لقينا دابة عجيبة كثيرة الشعر، لا ندري أين قبولها من دبرها، مقدمها من دبرها، من كثرة الشعر الذي يغطيها. فسألناها: ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. وقالت لنا: اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير، فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها، ولم نأمن أن تكون شيطانا. قال لهم سيدي أنتي خريستوس باهتمام واضح: أخبروني عن نخل بيسان في فلسطين، هل لا يزال يثمر؟ قالوا له: نعم، لا يزال يثمر كعادته. قال لهم بلهجة عجيبة ونظرة بعيدة: أما إنه يوشك أن لا يثمر. ثم قال: أخبروني عن بحيرة طبرية في فلسطين على نهر الأردن، هل فيها ماء كثير؟ قالوا له وهم ينظرون إلى بعضهم البعض بنظرات مندهشة من هذه الأسئلة الغريبة: هي كثيرة الماء جدا يا سيدي. قال لهم بلهجة مثل الأولى وكأنه يرى المستقبل: أما إن ماءها يوشك أن يظهر ويجف. ثم قال: فأخبروني عن عين زغرة، عين مشهورة بالخصوبة في غور الأردن بالقرب من البحر الميت في فلسطين أيضا، هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها من ماء العين؟ قالوا وقد بدأت كل تلك الأسئلة تريبهم وتثير شكوكهم: نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها الوفير. قال لهم سيدي أنتي خريستوس بلهجة بطيئة ونبرة ذات مغزى: اخبروني عن نبي الأميين، يقصد النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، ما فعل وأين بلغت دعوته؟ قالوا له باستغراب: قد خرج من مكة ونزل يثرب المدينة المنورة. قال لهم مضيقا عينيه وكأنه يركز على شيء بعيد: وهل قاتله العرب وعادوه؟ قالوا: نعم، قاتلوه وحاربوه بشدة. قال: وكيف صنع بهم وما كانت نتيجة القتال؟ قالوا: لقد انتصر على من قاتله من العرب وأطاعوه ودخلوا في دينه أفواجا. قال: أحقا كان ذلك؟ أفتعنون ما تقولون؟ قالوا: نعم والله. قال: أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه ويتبعوه. ثم قال لهم بصوت قوي ونبرة مليئة بالثقة والتحدي: إني مخبركم عن أمر الآن حتى لا تعودوا بالجهل. إني أنا المسيح، يقصد المسيح الدجال، وإنه يوشك أن يؤذن لي في الخروج إلى الأرض والظهور للناس كافة، فأخرج فأسير فيها ولا أدع فيها قرية ولا مدينة إلا مكثت فيها 40 ليلة، أفسد فيها وأضل وأفتن، غير مكة والمدينة، فهما محرمتان علي كلتاهما، لا أستطيع دخولهما أبدا. كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك عظيم بيده السيف مسلطة يصدني عنها، وإن على كل نقب أي مدخل من أنقابها ملائكة أقوياء يحرسونها مني ومن جنودي. فزع القوم أشد الفزع من هذا الكلام المخيف، وأسرعوا بالخروج من الدير وغادروا الجزيرة على عجل خوفا من هذا الرجل العظيم المقيد والذي يدعي أنه المسيح الدجال. وقد ذهب واحد منهم وهو تميم الداري كما تشير الروايات الإسلامية إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فدخل في الإسلام وحكى له كل ما حدث معه من أمر هذه الجزيرة الغامضة والرجل المقيد فيها. فما كان من النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا وأنه فرح بقوله وبقصته فرحا شديدا، لأنها وافقت ما كان يحدث به أصحابه عن المسيح الدجال وأمره، وجمع أصحابه وروى لهم حديث تميم الداري هذا بالتفصيل. الكلمة الأخيرة للوسيفر عظيم الشياطين وحامل النور الأعظم. والآن يأتي دور الكلمة الختامية، الكلمة الفصل من أعظم الحاضرين وأقدمهم. يقول لوسيفر نفسه عظيم الشياطين وحامل النور الأعظم كما يسمي نفسه، والأب المفترض لأنتي خريستوس. Nuevo Head & Shoulders anti-resequedad, nutrición diaria con miel y aceites esenciales, nutre y retiene la hidratación.
خريستوس. ابن الشيطان أنت يا أنتي خريستوس، ابن لوسيفر المبارك، ابن إبليس الذي أبى السجود لآدم، وحامل نطفة النور الأصلي الذي سيضيء أو يحرق العالم. لأجلك ولأجل ظهورك المنتظر حدثت كل فتنة في الأرض وكل مؤامرة وكل شر إلى يوم يبعثون. إنسي وجني أنت في تكوينك، قدر مختلط من نار وطين. صرت فخرا للجن وسيدا لهم، وستصير فخرا للإنس وملكا عليهم، وأنت دائما فخرا لأبيك وقرة عين له. خلقت بين النار والطين في رحم يهودية مختارة. الأرض بإنسها وجنها وكل ما فيها لا تساوي مثقال ذرة فيك وفي قيمتك العظيمة. يوشك الآن أن يؤذن لك فيفك قيدك القديم الذي طال أمده، فتعود وتسيح في الأرض حرا طليقا كما كنت تسيح من قبل، ولكن هذه المرة بسلطة وقوة لم ير لها العالم مثيلا. تأتيها من قبل المشرق من مدينة أصفهان في إيران كما تقول بعض النبوءات، وسيتبعك أول من يتبعك ويؤمن بك 70,000 يهودي من أتباعك المخلصين، يرتدي كل واحد منهم شالا على كتفيه يقال له الطيلسان، ذلك الشال الذي عرف بارتدائه كبار الماسون والمتنورين، أولئك الذين هم في الدرجة 33 من سلم الهيمنة، أولئك الذين كونوا السبط اليهودي 13 الخفي، سبط بني صهيون، جنودك الذين جهزوا الأرض كلها لخروجك الأعظم، رؤساء دول وحكومات، ومن فوقهم ملوك المال وأصحاب البنوك وحراس السحر القديم وأرباب العلوم الخفية، يظهرون العجائب والخوارق للناس بعد أن كانوا يبطنونها ويعملون في الخفاء. فلن يبقى على ظهر الأرض إنسان إلا اتبعك وآمن بك وسجد له، إلا قليل من أهل الإيمان الحقيقي أو من ذوي العقول الراجحة التي لا تنخدع بالأوهام. من قبل المشرق ستنزل إلى الأرض أيها الملك المنتظر، ومن أمامك شياطين تمهد لك الطريق، ومن خلفك شياطين تحميك وتساندك، وعن يمينك وعن شمالك شياطين تسبح باسمك وتعظم شأنك، وهم جنود لمقامك السامي من عشائر الجن الأقوياء، يكلمون الناس بأمرك ويوسوسون في صدورهم ليتبعوك. ومن ورائك يزحف صديقك الوفي سيربنت الأفعى العظيمة حاملا راية حكمك الجديد، ومن أعلاك ترفرف عباءة مستيم السوداء تظللك وتخفيك عن أعين الأعداء، تأمر السماء فتمطر ذهبا وفضة أو عذابا ونقمة على من يعاديك، وتأمر الأرض فتنبت الخيرات والكنوز، وتأمر الضروع فتسمن وتضر اللبن الغزير، تميت من تشاء من خصومك وتحيي من تشاء من أتباعك بتلك القبضة السحرية التي أخذتها من أثر فرس الرسول جبريل، وتأمر الجن الراصدين حراس الكنوز المدفونة في باطن الأرض منذ القدم أن يخرجوها لك، فتخرج كنوز الأرض كلها وتتجمع عند قدميك كما تخرج يعاسيب النحل من خلاياها مطيعة منقادة. سيرى فيك الجن والإنس إلههم الحقيقي ومنقذهم المنتظر، فسيسجدون لك طوعا أو كرها. ستعلمهم أن كلام أديانهم القديمة كله أساطير وخرافات تتحدث عن أمور غيبية مشكوك في وجودها أصلا، كجنة خضراء ذات أنهار وحور عين وجحيم أسود ساخن في عذاب أليم. ولكنك يا سيدي ستريهم الجنة أمام أعينهم في هذه الدنيا الفانية، وستريهم النار أيضا لمن يعصيك. ستريهم كيف أن من يؤمن بك ويتبعك في عهدك الذهبي هذا فإنه سينال النعيم الفوري والمقيم في هذه الحياة، وليس النعيم الآجل المشكوك في أمره والذي ينتظره الأغبياء بعد الموت. لا تجزع أيها البطل العظيم، فعندما تعلن أنك أنت الرب سيحاربك من يعبده الناس المغفلون على أنه الرب الحقيقي، وسيحاول أن يمنعك من إتمام مهمته،
وبقدرته المحدودة كما نعتقد سيمسح إحدى عينيك فتكون ممسوحة منطفئة في وجهه غير بارزة ولا غائرة كأنها جلدة ناعمة، وسيجعل عينك الأخرى اليمنى التي كانت جميلة وبراقة عليها ظفرة خضراء غليظة تخفي بؤبؤها الأصلي فتكون كأنها عين زجاجية خضراء لا تبصر بها ولا ترى، كأنها عنبة طافية على سطح الماء. حينئذ عندما ترى فيك هذه العلامات الفارقة سيعرفك عباد الرب الحقيقي وأهل الإيمان الصادق، وسيدركون أنك أنت الدجال الأكبر الذي حذرت منه الرسل، ولن يتبعوك أبدا، وسيقاومونك بكل ما أوتوا من قوة، لكنهم قليل في العدد وضعفاء في العدة، ولن يؤخروك قيد أنملة عن تحقيق هدفك الأسمى. أنت المسيح الحقيقي، وأنت إله الإنس والجن في هذا الزمان الأخير. Este martes y miércoles, Papa Blanca, 18:50. الأخير، وأنت ابني الأحب إلى قلبي ووريث عرشي وسلطاني، ومن عبد ابني فقد عبدني أنا، ومن وقر ابني فقد وقرني أنا، ومن وقرني وعبدني أنزلت عليه من العطايا والهبات ما لم يكن حتى يتمنى أن يدركها في أحلامه الوردية. انزل إلى الأرض أيها المسيح المخلص، فإن لك في كل خطوة تخطوها مني بركة وتأييدا. انزل فامسح حقول الناس من العقائد التالفة والأديان البالية، وضع لهم عقيدة واحدة جديدة تكون أنت محورها ومعبودها، ونظاما عالميا واحدا موحدا تكون أنت حاكمه المطلق وسيده الأوحد. انزل أيها المسيح وحقق وعدي القديم الذي وعدته لذلك الرب الذي يعبدونه قبل أكثر من 10,000 سنة أو ربما أكثر، يوم طردني ونبذني من ملكوته فقط لأنني أردت الخير لبني الإنسان وأن أنير لهم طريق المعرفة. لقد وعدته وهو يعلم ذلك جيدا أنني بما أغواني وأضلني كما يزعم لأقعدن لابن آدم هذا ولذريته على صراطه المستقيم الذي يدعي أنه الحق، ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولن يترك لهم منفذا إلا دخلت منه، ولن يجد أكثرهم على دينه الذي ارتضاه لهم شاكرين، بل إن أكثرهم سيلحقون بي إلى حيث ما نبذني وألقاني إلى أرض السعير الخالدة التي هي جنتي ومأواي الأبدي. فانزل أيها المسيح وأرهم عظمتك وقوتك، فمن لا يقدر عملك وتضحياتك الجسام خلال كل هذه السنين الطويلة لا يستحق الحياة، بل يستحق الموت والهلاك الأبدي. وهكذا انطفأت الأصوات الشيطانية وخيم الصمت المرعب على المكان، تاركا المشاهد في حالة من الذهول والترقب، ينتظر ما ستسفر عنه الأيام القادمة، ومتى سيطل أنتي خريستوس بوجهه على العالم ليبدأ فصلا جديدا وربما أخيرا من فصول التاريخ البشري الدامي.